السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. جايه لكم كده في فيديو قصير وفيديو بسيط جدا، اتمنى انه يعجبكم. الوصفه فيه سهله جدا. طبعا انتوا شايفين معايا سجق بلدي، معايا المقادير نص كيلو من السجق البلدي مقطعاهم كده حتت صغيره زي ما انتوا شايفين. معايا 3 بصلات من الاحمر، بيدي طعم حلو جدا، بيدي تسكيره حلوه قوي للسجق. معايا البهارات، طبعا انتوا عارفين مش بحب البهارات كتير، كزبره ومرق ونص مرقيه كمان وملح، واللهم صل على النبي، وبهارات سجق نص معلقه صغيره. طبعا انا هنا كنت حاطه السمنه على النار لحد ما سخنت، هنزل عليها بالسجق، هديله تشويحه علشان انا بحب التطعيمه بتاعه السجق تنزل في قلب السمنه، عشان لما احط باقي الخضار يكون متطعم حلو قوي قوي من تطعيمه السجق. هديله تقليبه. طبعا انتوا عارفين السجق مش هيتقلب كتير جدا عشان طبعا ما يتهريش مننا. وهسيبه بقى مع نفسه. لما انزل البصل وانزل الطماطم وانزل الحاجه عليه هتلاقوا كل حاجه دبلت وكل حاجه بقى طعمها حلو زي ما انتوا شايفين كده. هو كده خد لون حلو قوي. طبعا هنزل عليه بالبصل وبعد كده بالفلفل. انا هنا مقطعه فلفل رومي، حابين تقطعوا فلفل الوان براحتكم، حابين فلفل حامي برضك براحتكم. وهنزل بطماطميه واحده بس مش اكتر من كده. هديله تقليبه حلوه وبعد كده هنزل عليه بالبهارات زي ما انتوا شايفين برضو كده. انا زي ما انا قلت لكم مش هقلب في كتير. بس كده. انا هنا بقى هغطيه بعد ما هنزل بالبهارات وهسيبه لحد ما كل حاجه تدبل والسجق يستوي وهوريه لكم. طبعا بقى حابين تعملوه سندوتشات فينو براحتكم. انا هنا قدمته جنب رز. اتمنى الفيديو يعجبكم وينال رضاكم.